السلام عليكم الإخوان الأخوات. في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش غتخلص النوتير ولا الموثق أثناء شراء أرض فلاحية. أنت مثلا لقيتي واحد الأرض فلاحية، عجباتك، تفاهمتي مع مولاها. نتوما دابا صافي راه وصلتوا لهذيك المرحلة ديال أنك باغي تعطيه فلوس، ولكن ما خص دير هذا الشيء بواحد الطريقة اللي قانونية واللي آمنة وما فيهاش مشاكل، باش ما تصدقش غدا بعد غدا في مشاكل كبيرة. أول خطوة هي أنك تختار الموثق، ومن الأحسن أنت تختارو نتايا، يعني الإنسان اللي شاري، المشتري، مادام أنه هو اللي غيأدي الأتعاب ديال هذاك الموثق، هو اللي خصو يختار. وتأكد من سميتو، وغتمشي للموقع ديال وزارة العدل وغتشوف سميتو واش كاينة ولا ما كايناش. الخطوة الثانية هي أنه بعد هذاك الموثق كيتأكد من هادوك الوثائق ديال هذيك البلاد، كيشوف شهادة الملكية، الكروكي، تصميم العقار، حتى لا نوت دو رونسينيومون، كيشوف هذيك البلاد واش ما فيهاش شي طريق غدوز فيها غدا بعد غدا، على حساب واش غير من منطقة فلاحية 100% ولا غتدخل المجال الحضاري في الأيام المقبلة كيف كنقولوا. هنايا وكيشوف واش كاين شي مانع قانوني للبيع. يعني هذا الموثق كيتأكد من هذا الشيء، وحتى حتى المشتري كيشوف معاه واش عنده فلوس كاملة ولا غيديروا غير وعد بالبيع ولا كيفاش الأمور. يعني هذا الموثق كيتأكد من هاد الأمور هادو. ندوزو للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة، الموثق هنايا كيطلب من القبضة، هذوك ديال لا بيرسيبسيون، كيشوف كيطلب واحد الإبراء الضريبي القبلي، وغالبا هنايا كيتعطل واحد 48 ساعة تقريبا باش ياخذ هذا الإبراء الضريبي القبلي. كيشوف غير واش هذاك السيد كان كيخلص الضريبة على الأرض ولا لا. الا ما كانش كيخلص، كيطلب منه يخلص سميتو، يمشي يخلص الاربع سنين الاخرى. هنايا مور هاد الخطوه هذه الموثق كيعطيك واحد رخصه الاداء ورقم الحساب البنكي المهني ديالو في السي دي جي. وهنايا خصك تعرف باللي كاينين ثلاثه الانواع ديال المصاريف. كاين هنايا الثمن العقار، يعني باش متفقتي مع مول البلاد، يعني هذاك الثمن اللي غياخد مول البلاد اللي تبايعتي معاه وتشاريتي معاه. وكاين اتعاب الموثق اللي غيتكلف لك بسميتو بالدوسي وبالتسجيل وبالتحفيظ. وكاين مصاريف ديال التسجيل والتحفيظ. وخصك تعرف كاينين ثلاثه طرق ديال كيفاش تخلص. هنايا سواء دير الثمن العقار تخلصو بوحدو، دير سميتو فيرمون بانكير، يعني غدير ليه واحد التحويل بنكي، ولا شيك، حتى هو شيك يكون سيرتيفيي ولا ماشي سيرتيفيي. هنايا انا بعدا واحد الحاجه غنصحكم وغنفكركم بها على حسب القانون الجديد. القانون الجديد كيقول لك اللي خلص بالكاش، كنهضر على الثمن ديال البيع والشراء، هذاك الثمن ديال العقار فيه 2% زايده في الثمن ديال التسجيل. يعني الا كان التسجيل مثلا كتسجل مثلا 4%، انت غتخلص 6% حيت خلصتي كاش. حيت راكم عارفين باغيين يحيدوا هاد الكاش، ودايرين هاد القانون على اساس محاربة الكاش، وكيزيدوا على هادوك الناس اللي باغيين يخلصوا اون كاش. المهم الطريقة الصحيحة باش تكون محمي مزيان نتايا هو انك دير واحد التحويل بنكي، ولا يكون واحد الشيك بنكي سيرتيفي، شيك بنكي سيرتيفي كتكون مهني. بالنسبه للمصاريف الاخرى ديال التسجيل والتحفيظ، هنايا راك باقي كنهضر على الثمن ديال العقار. وبالنسبه للمصاريف الاخرى، اما المهم كان كيف قلت لكم المصاريف الاخرى فيها التسجيل، التحفيظ، والاتعاب ديال الموثق. هنايا تقدر دير واحد الشيك اخر، ولا تخلصو كاش. ولكن اين فوا ملي كتخلص ضروري خص يعطيك واحد الغوسي، هذاك الغوسي اللي كتضمن به انه فعلا ان هذاك الموثق راه ديجا خلصتيه وشحال عطيتي وهذه. المهم بالنسبه للخطوه الخامسه، هنايا كديروا تحرير العقد، عقد البيع النهائي.
هنايا صافي راه يعني هذاك العقد البيع النهائي غيكتبوا النوتير غيكتبوا الأغلبية المهم كيكتبوا باللغة العربية. أنت كتشد هذاك العقد كتقراه مزيان وهادي كتسنيوه. الخطوة السادسة هي التسجيل والتحفيظ، ومن بعد كيتكلف بها بيان سور النوتير هنايا. كتخرج الملكية بسميتك نتايا، يعني إلا كنتي نتايا اللي شاري يعني كتخرج بسميتك. هاد المرحلة هادي كتسمى انتقال الملكية. الخطوة الجاية الخطوة رقم 7. هنايا الموثق كيعطي هادوك فلوس يعني تمن العقار، يعني هداك الشيء اللي اتفق ما بين البيع ما بين المشتري والبائع. هنايا هداك الثمن كيشدو البائع. المهم حتى كيكمل هادوك الإجراءات القانونية اللي دوينا عليهم، هنايا كيدوزو كيعطيه فلوسه. وهنايا في الأجل، الخطوة الجاية وهنايا خاصة بالبائع، في الأجل ديال 30 يوم من إبرام العقد خصو يدير الديكلاراسيون ولا التصريح بالأرباح العقارية في الأجل ديال 30 يوم، يعني ما خصوش يدوز ما خصوش يفوت هاد 30 يوم. المهم هذه هي الطريقة الأكثر اللي ما فيهاش مشاكل، وأنا وضحت لكم خطوة بخطوة شو هما الخطوات اللي كدوز منهم عمليات البيع والشراء اللي كدوز عند النوتير. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.